الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده اكله تحفه بالفول بدون فراخ او بيض. هتسد معاكي، وبما اننا داخلين على رمضان فمش عايزين نطبخ، فالاكله دي هتعجبكم جدا. هقول على طول بسم الله في الوصفه. عندي هنا معلقه سمنه على زيت وفيهم فصين مستكه. هنزل ببصله كده مبشوره عليها رشه فلفل اسود. عند البصله ما دبلت هنزل كده بفصين توم مفرومين، واستنى لحد ما ريحتهم كده تطلع مع بعض. هحط عليهم حبه كرفس افرنجي، لو مش متاح ممكن تحطي كزبره خضراء او بقدونس. يعني كمان فلفل اخضر سواء رومي او حامي. تشوحوا كده مع بعض. عايزه اقول لكم الروايح بجد تحفه. اخر مكون هنزله عندي طماطم متقطعه صغيره وعليها معلقه صلصه كده. سيبهم يتقلبوا مع بعض. المنكهات اللي عندي كمون وكزبره وورق لورا مطحون ورشه جوز الطيب، وطبعا الملح حسب الرغبه. هحط بقى الفول. انا كنت مفرزاه عندي عشان كده مجمد شويه. هسيبه بس كده لحد ما يفك. كده الفول فك معايا وكمان الصوص اتسبك. هنزل كده ببيض، طبعا يعني اختياري عدد البيض اللي هتحطيه. رشه فلفل اسود بس كده على الوش بتاعه البيض، وهدي عليه النار لحد ما البيض يجمد ويستوي. كده استوى معايا وجاهز على الاكل. هحط بس كده على الوش ازينه بشويه بصل اخضر. بجد جربوها تحفه، هتنفع معاكم في الفطار وتنفع كمان في السحور، هتسد معاكم جوه جامد جدا. يا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنظبط مستفاد تانية جديده.